السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. طبعا انت شفت الاكياس دي اتخضيت؟ لا، كده الاكياس دي مشتريات كده، كان جوزي جايبها لي بالليل من السوق. فهنعمل حاجة كده حلوة مع بعض، حاجة جديدة كده تقريبا ما يعني محدش عملها كده قبل كده. هتكون كده جديدة ان شاء الله. وهنعمل النهاردة محشي. هتقولي ايه الجديد في المحشي؟ هنقول لكم الجديد. شوفي اخر الفيديو كده معانا لحد اخر الفيديو كده وانت هتعرفي ايه الجديد. كده نبدأ الفيديو بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونبتدي كده بالبصلتين دول هنقشرهم عشان نعمل التسبيكة بتاعة المحشي. تسبيكة عادية خالص، هتقطع البصل وتحمريه كده وتنزل عليه بالطماطم المضروبة في الخلاط. دي التسبيكة العادية المعروفة. في كذا طريقة تانية للمحشي هنبقى نعملهم مع بعض، منها الني في ني اللي هو بتبقى المكونات كلها نية كده مع بعض وبنحشي بيها المحشي. في طريقة تانية اللي هي بتبقى ان انت تسبكي الطماطم كده الاول في سمنة بس، وبعد كده تنزل عليها بالبصلة مبشورة او مضروبة في الكبة. برضو دي تبقى طريقة حلوة. في برضو اكتر من طريقة للعمل المحشي، هنعملهم مع بعض ان شاء الله كلهم، بس النهاردة الطريقة دي جديدة جدا. وتابع معنا لحد اخر الفيديو كده عشان تعرفي الطريقة بتاعتي ازاي. يلا شجعوني كده، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. نقطع البصل كده ناعم. المحشي بيحب البصل كده ناعم، مش باين كده كتير. وتخلي دايما ايه خير الامور الوسط، دايما ما تكتريش من حاجه وتقللي من حاجه، دايما خلي مقاديره كده وسط. بصل كده ما تحطيش كميه كبيره، لا حطي كميه كده معدوله كده وسط. دايما لما تعملي الحاجه وسط كده بتبقى جميله جدا جدا جدا، وبتفرق معاك في الطعم وبتبقى مظبوطه الصراحه من الاخر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ادي البلانشه بتاعتي، هنغسلها دايما بخل. طالما قطعت عليها اي حاجه لازم نغسلها بالخل تعقيما ليها، وبتبقى كده احسن وانضف. حتى الاسفنجة دي اللي انا بغسل بيها دايما بالليل كده، ممكن مرتين ثلاثة في اليوم نغسلها بخل كده. بعد ما نغسل المواعين نديها غسلة كده بالخل كويسة ونركنها على جنب تنشف. نيجي بقى للفرخة. تجيب الفرخة كده ايه، يستحسن زي كد اللي انا مستخدمها او 2 كيلو. يعني لو ما تجيبيش فرخة اكبر من 2 كيلو، لان كده مش هتبقى معاك مظبوطة وهتاخد وقت طويل في الفرن. فاحنا ايه، خلينا في الفرخة المظبوطة كده 2 كيلو، هتطلع معاك حلوة مظبوطة ومستوية ان شاء الله زي ما انت عايزاها بالظبط. تطفيها كويس اهم حاجه، وتشيلها من حته الزفاره وتفركيها كده من بره كده، بيبقى فيها طبقه كده جلد صفرة. نحاول نفركها كده كويس وننضفها. هتقطع اخر طرف كده من الجناح، بصي اهو اللي شفتيه ده. واي حاجه فيها زياده لازم تنظفيها كده كويس كويس كويس. تغسليها كويس كده بميه كذا مره، ومن جوه كده تاخدي بالك لو يكون في حته دم ولا حاجه مكان الرئه بتاعتها كده، لا ننضف كده كويس عشان تطلع ما فيهاش زفاره وتطلع مظبوطه وتطلع جميله كده. حاجه الواحد يعني يفتخر بيها كده، ان هي كده نظيفه كده وجميله وما فيهاش زفاره. لا، اهم حاجه اللي الواحد يراعي الاكل بتاعه ان هو يكون نظيف الاكتر درجه ممكن يوصلها. تمام. هنغسلها كده برضو بخل وليمون بعد ما ننضف التنظيفه العميقه اللي احنا شايفينها دي. هتشوفي شويه محشي النهارده وشويه اكل كده، عظمه 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 عظمه، حاجه روعه. برضه هنقول لك على طريقه تانية انت ممكن تنقع فيها الفراخ تخليش فيها زفاره نهائي نهائي. انت بتنقعها كده في ميه وليمون وملح. هتجيبي معلقة صغيرة جنزبيل. جنزبيل ده بيمص اي زفارة من الفراخ، مش بيخليها نهائي. دي الليمونة كده ندعكها كده من فوق الجلد ومن تحت الجلد ومن الجناب ومن فوق ومن تحت وتمام. ادي شوية الخل. نركنها كده على جنب. هذا القلب كده يستحسن انت تفتحيه، لان برضو ممكن بيكون فيه حتة دم كده من جوه زي ما شايفة كده. وادي الكبدة كده برضو تغسليها تمام. وادي الجونسة كده، بصي لازم تاخديها كده بالسكينة
رايح جاي كده عليها بالسكينة، ممكن يكون فيها حاجة انت ما خدش بالك منها، لا كده برضو من نظافتها. لايك فين يا جماعة؟ لايك يا جماعة. الاسفنجة دي انا حاطه لها خل برضو، خلي بالك دايما مكان الفراخ تحطي خل كده او ليمون، انت تغسلي المكان بتاع الزفارة بتاعتها، يكون افضل كده، وفي تعقيم كده في الموضوع كده جميل. بس كده ونغسلها ونركنها على جنب. اهم من الشغل ضبط الشغل يا جماعة، تظبط الدنيا ما حواليك كده وتخلي الدنيا نظيفة عشان ما تتعبش في الاخر من المواعين، كله اول باول ان شاء الله. نيجي نغسل الطماطم بتاع تسبيكة المحشي، تغسليها كويس برضو. نقطع الطماطم، ممكن التسبيكة تحطي لها صلصة لو حابة لونها يبقى مركز بزيادة، لكن انا ما كنتش حابة نحط فيها صلصة، كنت حط طماطم بس كفاية، استكفت بالطماطم. بصي كده عشان تتعلمي تقوري الكوسة ازاي، هتجيبي دي الزر اللي من فوق والحتة اللي من تحت دي تبقى لونها غامق. في عندنا مقورين، المقور ده والمقور التاني ده، اتنين دول نقدر نقور بيهم الكوسة. بس انا بفضل اللي كان ناحية الشمال ده، هو اللي بتبقى احسن معاكي وبتاخدي منه احسن نتيجة، لان اللي على ناحية اليمين ده بياكل كمية لحم من الكوسة كده فما بيخليهاش حلوة. بصي كده هنشوف الطريقة ازاي مع بعض. هتجيبي في النص كده بالظبط وتلفي، تلفي وانت بتلفي كده تلزي لجوه، تمام، وتسحبي مرة واحدة. خدي بالك عملية دقيقة ممكن تفرق معاكي، ان انت الكوسة ما تفتحش منك بالمجور انت وتشتغلي، لا خدي بالك انت وتشتغلي دايما كده على مهلك، هتطلع معاكي الحاجة مظبوطة. واهم حاجة برضو تخلي ايدك برضو حاسة بالمجور كده رايح فين، لان لو ممكن غلطة واحدة الكوسة ممكن تبوظ معاكي. بقول لك ركزي ايدك، خلي دايما ايدك من فوق كده، تعرفي المجور قاعد فين بالظبط في الكوسة. على مهلك خالص، ما تستعجليش عشان تطلع معاكي مظبوطه وزي الفل. بصي كده هنعمل مع بعض اكتر من واحده عشان تاخدي بالك من التجويره الصح. اهي تاني، ادي المجور التاني، شايف الحته اللي طالعه منها دي، تحطيها بالظبط في نص الكوسه وتلفي، تلفي 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 لحد لما تجيبي اخره، تنزل معانا زي الحلزون كده. ده انا مش بحبه ليه، لان بياكل لحم كتير من الكوسه كده، فانا مش بحبه الصراحه. دكات اللي شفناه في اول واحده هو اللي كان بالنسبه لي الافضل يعني بصراحه. ده لو ما خدتيش بالك منه الحته الزياده اللي شفتيها دي ممكن تخرم معاك الكوسه كده وتخليها مش حلوه خالص، تتفتح منه كده ومش هتبقى مظبوطه وهتطرشق منك في السوا. دايما خلي ايدك بصي كده فوق حاسه بالمجور قاعد فين، عشان ما تخرميش الكوسه كده وتبوظ منه. اهو خدتي بالك شايفه مظبوطه ازاي، من فوق ومن تحت وما اتفتحتش مننا من الجنب. بس كده وكنا جورنا الكوسه كده مع بعض، بس بسرعه بسرعه بسرعه، يلا كده بسرعه بسرعه في السريع السريع كده نكون خلصنا الكوسه دي. انا عامله كميه الكوسه دي كده تقريبا كده كيلو، كنت جايبه كيلو كوسه كده وعملت حبه كتر انتي مش مشكله عادي، حابه نوع تاني مثلا بتنجان، حابه شطه. انا كنت عامله كوسه وورق عنب، كده ورق العنب كده كنت طلعته من الفريزر وسلقته في ميه على كده، لا ملح ولا اي حاجه. كده خلصت السلق بتاع ورق العنب. نيجي بقى للخلطه، الخلطه كده بصي صلي بينا على النبي وهنقول لك على الخلطه كده مظبوطه مية مية معاكي في المحشي. هتجيبي فصين توم بالظبط، انا مكنتش مكتره توم كده، كيلو رز وكزبره وبقدونس وشبت او شمار، يعني احنا بنقول عليه هنا شمار، ففي ناس بحري كده بتقول عليه شبت.
تمام. هتخلطي ده كله الاول كويس، تخلطي الرز في الكزبره والبقدونس والشمار والكزبره وكزبره وكمون ناشفه توابل وفلفل اسود وملح، تضربيهم مع بعض كويس ومعاهم الثوم. بعد كده بعد ما تتاكد انهم مختلطين كويس هتحطي معاهم ايه الصلصه وتقلبي عليهم كده تبقى معاك الدنيا تمام. انا قلبت الكوسه هنا عشان تتصفى من الميه، انا كنت حاطاها في ميه بملح عشان تكون الكوسه كده ملحه كده ومظبوطه معاكي. تحشي الكوسه كده بالراحه حته حته عشان ما تبقاش معاكي كابسه من جوه كده وما تستويش الكوسه لو اتكبست من جوه قوي. اهم حاجه تحشي الكوسه كويس من غير ما تكبسيها، لان لو اتكبست معاك الكوسه هتبقى من تحت نيه ومن فوق مستويه. فاحنا نحشي الكوسه مظبوط من غير ما نضغط عليها جامد، فهتبقى معاكي مظبوطه كده ان شاء الله وتستوي زي الفل. بس كده في دقيقه حشيت محشي ورق العنب، في ثانيه الا ثانيه. هتجيب الفرخة كده تنتجمي منها تطلع الغيظ اللي جواك والغل اللي جواك بتاع الأولاد اللي عاملين في الفرخة دي. تجيب السكينة كده وتنتجمي منها نغزيها. هنفرغ بين الجلد كده، وهتجيبي بصلة فيها فلفل أسود وملح، وتكتري شوية الملح يعني تحط تقريبا كده يعني معلقة ونص صغيرة ملح، وتظبط الدنيا كده في الفرخة بالبصلة. اسمها فراخ بالمرتدي، الطريقة دي اسمها فراخ بالمرتة. لو حابة تحطي طماطم ماشي، حابة تحطي مثلا اي نوع تتبيلة انت حباها مش هتفرق برضو، كل واحد يرجع لذوقه طبعا. كده انا حشيت الفراخ كده شرايح ليمون وورق عنب من تحت الجلد كده وفي بطن الفرخة كده ومن جوه زي ما شايفة كده بالظبط. بعد كده هنكتف الفرخة كده ونقفلها كويس. اهي كده ظبطيها. نجيب بقى ايه الكيس الحراري، تجيب الكيس كده وتجيب الصينية اللي هتشيل معاك الكيس. متعمليش زي حالاتي كده، لا تعملي الكيس كده وبعدين حطيه في الفرخة، هيبقى اسهل عليك. تمام. هنجيب ورق العنب كده من الجنب، شايفين شوية ورق العنب دي اللي من بره، مش سيبكم انتوا اللي جوه الفرخة ده، لا اللي بره ده بيتقال فيها حوارات. قسما بالله شوية ورق عنب لا كلت ولا هناكل زيهم تاني. حكاية حكاية حكاية، حاجة كده مش عارفة، بصوا مش عارفة نوصف الصراحة جمالها، لان هي شاربة كل عصارة الفرخة كده وطالعة مظبوطة وجميلة. متخيلين انتوا معايا الطعم؟ بصي كده بعد ما قفلت الكيس 3 فتحات بالظبط هتعمليهم في ايه في الكيس، ما تكتريش عن كده. وهنجيب كده عصير تاني الليمون اللي خدت بالكم في ارضية الصينية عشان لما نحط مية كده ما تسودش. رصينا المحشي كده برضو، خدت بالك الطريقة الجديدة دي المحشي في الكيس. مش حرماكم من حاجة، حاجات جديدة خلي بالكم، هيطلع معاكي مظبوط ومتحمر وزي الفل. قفلت عليها وحطيت لها تقريبا كده شوية مية، نص كوباية مية، ما تكتريش عن كده. وبرضو كذلك عند الفرخة برضو حطيت نص كوباية مية. 3 فتحات، 1 2 ادي 3، ما تكتريش على كده. وادي المحشي بتاعنا اللي في الكيس هيطلع معاكي زي الفل ومظبوط ومستوي ومتحمر، ولا كأن بصي ولا تتعبي نفسك يا ست الكل، انا جيت عشان اريحكم. بس كده تحطيهم في الفرن كده. تقريبا انا الكوسة خدت معايا ساعة، بالنسبة للفرخة خدت ساعة وربع، ساعة وتلت زي كده. هنا هنعمل لسان العصفور زي ما عارفين طريقتنا المعتادة في لسان العصفور. هتحطيه كده ياخد معاك الحرارة على نار متوسطة، بعد كده توطي النار كويس. على جنب كده هنا كنت هنعمل بامية خضراء، البامية اللي هي الصعيدي. هنعملها ازاي؟ شوية مية او شوربة، لو انت عندك شوربة متوفرة تحطي كمية المية او الشوربة اللي عندك تحطي. لو انت عندك شوربة مش تحطي مرقة دجاج. انا هنا حاطة مرقة دجاج وفص توم بس كبير، هتخرطيه زي كده شرايح وتسيبيه كده يغلي مع بعض. تمام. وكل ده لسان العصفور برضو على جنب كده مع نفسه كده، واخد الهداوة كده براحته يستوي عشان يطلع مظبوط. بس البامية كده هنعملها ازاي؟ البامية برضو دي البامية اللي هي الصعيدي اللي احنا متعودين عليها هنا. بس كده البامية كده زي ما شايفين، بصوا غسلتها وتقلميها التقليمة دي، تقطع الراس من فوق كده وتضربيها 3 ضربات كده بالسكينة هتطلع معاكي مظبوطة. في ناس بتقطعها كده شرايح كده، انا مش بحب الطريقة دي، بتبقى مش حلوة خالص.
جرب الطريقة دي وعلى ضمانتي ان شاء الله تطلع معاك مظبوطة جدا. كده كان لسان العصفور اول ما حمر معايا كويس، كنت طحنا في الهون فلفل اسود مع توم، فص توم واحد كبير، وكده كنت حطيت عليه كده، اخدت تشويحه كده، نزلت عليها بالميه على طول عليها. كده كانت الكوسه كانت استوت معانا وطلعت من الكيس كده. بصي، بس خدي بالك انت وبتفتح الكيس عشان بيكون في كميه بخار كده رهيبه. بصي الكوسه متحمره كده ومظبوطه ومحشيه، ولا تحمري ولا تشيلي وتحطي اياه في الكيس كده وتحطيه ويطلع معاكي مظبوطه وواخده اللون وحاجة كده. بسم الله ما شاء الله. انا من هنا ورايح مش هنعمل محشي الا في الكيس بصراحة يعني. حاجة كده فاخر من الاخر، شغل عالي، مش عارفة نقول ايه الصراحة. انا مش لاقيه له وصف من جماله وحلاوته. اظن الكوسة كده تتحدث عن نفسها. بص هنقطع حتة كده وهنوريها لكم. شوفوا الرز كده مستوي مظبوط ومتحمرة لا لا، حاجة كده خيال خيال، جميلة جدا. والله هي المحشية كده يا بلاش الصراحة. بصي مظبوطة مستوية. شايفة الرز مستوي متفرفر من بعض كده، مش معجن، حاجة كده عظمة. شفت الطريقة الجديدة اللي انا بقولك عليها؟ انا كده بريحك وبوفر عليكي تعب ومجهود ان انت تبقى ما تعملي الكوسة كده وتسرقيها وتحمري اياها مرة واحدة وتحطيها في الفرن كده في الكيس الحراري، تطلع معاكي مستوية ومتحمرة ومية في مية. كده كانت البامية كانت استوت. جبت المفراك بتاعنا اللي هو احنا بنقول عليه فراكة هنا. كانت فركت البامية كانت مظبوطة كده. نعمل الطشة بتاعت البامية، شوية توم كده في شوية سمنة ياخد اللون كده، وتنزل على البامية كده بالطشة. البامية كده مش لها الشهقة، مش زي الملوخية. هنسمي بالله ونقول يا بسم الله الرحمن الرحيم وتطشيها كده عطول. وادي الفرخة دي بصي، الوحش الكون ده النهاردة، وحش الكون، قنبلة الجيل. هي دي قنبلة الجيل دي النهاردة، حاجة روعة. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. بس كده هي كانت لسه جت في الكيس، بس احنا بنعرف نتعامل مع الوضع برضه. شايفة ان هي دايبة جدا جدا، حاجة كده زبدة، روعة الروعة. شايفة كده الجمال والدلال. لو بصي كده مستوية، شايفة الصدر كده كان مستوي مش مستحمل لمسة. ادي المحشي اللي كان جنب الفرخة كده، وده اللي كان في الكيس. بصي العظمة كده طالعة ما فيهاش حتة لحمة، ده دليل ان على السوى بتاع الفرخة كده كان مستوية مظبوط مية مية. وادي صباع المحشي اللي بقولك عليه ده، اللي اتقال فيه اشعار اشعار بجد والله. لان شارب العصارة كلها بتاعت الفراخ. هذه شوية السلطة اللي تفتح النفس كده على الاكل. قدم كده الاكل دايما بطريقة جميلة كده. شوية سلطة محترمين. لايك يا جماعة، لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان الفرخة الجامدة دي، وشجعوني ان انا نعملكم وصفات حلوة. ده انا هنعملكم الجديد كله ان شاء الله، حاجات كده جميلة جدا جدا جدا. والجديد دايما شديد معايا، حاجات كده من الاخر. ادي البامية مظبوطة مظبوطة مظبوطة، قوامها كده مظبوط برضو. ادي الكوسة بتاعتنا كانت كنت حطيتها على جنب كده، كانت تبرد شوية من الكيس، كانت سخنة جدا. وادي محدش خد باله من حاجة. لو انت مش تفكروني يا ولاد، مش تفكروني ان انا نسيت لسان العصفور؟ طب مش عيب برضه يرضيكوا كده ان انا انساه؟ مش مشكلة، حطيتها برضه، خلي بالكم على الصينية بس ما صورتوش. ادي الفرخة بتاعتنا، وادي المحشي الورق العنب، وادي الكوسة، بامية، سلطة، ولسان العصفور اللي نسيناه. خدت بالكم منه؟ شفت لسان العصفور وجماله، مع اني نسيته والله. ادي الفرخة بصي مستوية كده، حاجة روعة.
طبعا هي بتتكلم عن نفسها، هي بتتكلم عن نفسها، مش مستنيين اننا نقول. شايفة اللون، حاجة كده فاخر من الاخر. وهذه الطريقة الجديدة بتاعتنا النهاردة للمحشي، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.